طبتم وطابت أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فرع التعليم في الإقليم الأوسط يعقد اجتماعا لمراجعة السير العام الدراسي 2022-2023. الجوائز المقدمة للطلاب ظلت تحقق نتائج أفضل في الجنوبي. تقديم التدريب على تربية النحل للمزارعين في مولقي وشامبيكو. مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع اتفاقا للدفاع المشترك. مجموعة 77 والصين تدعو من هافانا للوحدة أمام الدول الغنية. ومقتل 14 شخصا في تحطم طائرتهم بالبرازيل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ذكر رئيس مكتب وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي حتى جابر أن الهدف من اللقاء هو النظر إلى مستوى الأداء على مستوى المدرسة والمديرية خلال العام الدراسي وتوليد الأفكار إحدى تغييرات الأفضل. وقال إن المهمة لا تترك لوزارة التعليم وحدها، وحث المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص على الاهتمام بأبنائهم والحفاظ على الاتصال الوثيق مع المدارس. وأشار رؤساء الوحدات وفروع المديريات إلى بدء المدارس في الوقت المحدد، حيث تم إجراء الاستعدادات اللازمة، مذكرين لتعزيز التنسيق لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. وقال مسؤول المرحلة الثانوية الأستاذ يوحنس سلمون إن 41.8% من الطلاب الذين ذهبوا إلى مدرسة وارساي كاولو في الدفعة 35 من الخدمة الوطنية حصلوا على درجات عالية في البكالوريوس والدبلوم، بينما حصل 243 منهم على 4 درجات كاملة. وذكر مندوب وزير التعليم السيد بيطروس حيل مريم أن النتائج المشجعة المسجلة تحمل مسؤولية أكبر، وحث على التنسيق بين الجميع وتعزيز العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس بشكل خاص. حضر التقييم المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقيت ولد برهان، ومدير عام قسم الخدمات الاجتماعية العقيد جبرهنس ولد جبريل جبرهنس ولد جرجيس، ورئيس مجلس الإقليم السيد أبراهام سمرة، ومسؤولون آخرون. تسهم جائزتا عندما ودندن الممنوحتان للطلاب المتفوقين في الامتحانات الوطنية بشكل إيجابي في تحسين نتائج الطلاب في الإقليم الجنوبي. وأوضح الطلاب الحاصلين على جائزة دندن المقدمة في 14 من سبتمبر في دك أمحري بأن جائزة عندما التي حصلوا عليها في الامتحان الوطني للصف الثامن دفعتهم للتفوق في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية. وشكر الطلاب المجتمع التعليمي والاتحاد الوطني للشباب والطلبة وأولياء أمورهم بمساهماتهم البارزة في نجاحهم، وحثوا على ضمان استمرارية الجائزة. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد جرماي جبرو في المناسبة إن 223 أي 65% من متلقي جائزة دندن البالغ عددهم 345 حاصلين على جائزة عند ماسو. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي السيد هبتزجي كيداني أن النتائج جاءت نتيجة الجهود لأولياء الأمور والمعلمين والمجتمع بأكمله. وحث مديرية دك أمحرة السيد يمان أبرا الطلاب على استخدام الإنجازات كنقطة لانطلاق لتكثيف جهودهم. تم تقديم التدريب على تربية النحل وطرق إعداد خلايا النحل للمزارعين في مديريتي مولقي وشامبيقو بتنظيم من وحدة تنمية الدواجن والنحل. وقال مسؤول وحدة تنمية الدواجن في مكتب وزارة التعليم في إقليم القاشبركة في مكتب وزارة الزراعة في إقليم القاشبركة السيد ولد مدام دبرسيون إن التدريب الذي شمل تدريبا عمليا ونظريا على صنع خلايا النحل لاستخدام الأدوات المنزلية وتقنيات تربية النحل تم تقديمه إلى 99 مزارعا، من بينهم 41 امرأة من 8 قرى في ضاحيتي ملقي وأفنترا. وأوضح مسؤول تنمية الدواجن والنحل في ملقي السيد أبراهام كيروس أن التدريب مهم لتعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة والمربحة.
وفي تدريب مماثل تم عقده في شامبيق، وتم شرح الإجراءات الواجب اتباعها للمزارعين في إعداد خلايا النحل والمواد الخام اللازمة لخلايا النحل. وقال المشاركون أن التدريب سيساعدهم على استبدال الأساليب التقليدية بالأساليب الحديثة، بما يعود بالنفع على أنفسهم وبيئتهم. وذكر التقرير أن هناك 242 أسراب نحل متكاثرة في خلايا النحل التقليدية، 61 في خلايا النحل الحديثة بملقي، كما تم نتائج إنتاج أكثر من 7 كنتال من العسل الموسم الماضي. أعلن شركة عنبربب المساهمة الوكيل القانوني لشركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا وكوماسو وياماها في إريتريا أنها تعمل على تعزيز القدرة المهنية لأعضائها لتقديم خدمات مرضية. وأوضح مدير الشركة السيد جرماي أبرهل لوكالة إرينا بأن الشركة تقدم التدريب في مجال إدارة الموارد البشرية وقطع الغيار والمعمل والجوانب الفنية بإقامة مركز تدريب عام 1997. وذكر تطوير القدرة والمعرفة لتقديم خدمات عالية الجودة وفعالة من خلال تأهيل متخصصين يحملون شهادات معترف بها دوليا، وطوروا مهارات حديثة في إصلاح المركبات. وأشار إلى تقديم التدريب لمدرسي الجامعات والفنيين والسائقين وصيادي الأسماك في إطار جهود نقل الثقافة إلى المؤسسات. كما تقوم الشركة بالتعاون مع وزارة الإعلام بإعداد برنامج كل أسبوعين في الفضائية الإريترية يتعلق بالسلامة المرورية منذ عام 2018. وقال مسؤول قطع الغيار في الشركة السيد سلمون نجاش أن 65% من السيارات الموجودة في إريتريا صناعة يابانية من شركة تويوتا. ووضعا في الاعتبار لذلك تقوم الشركة باستيراد قطع الغيار المختلفة. وأوضح الأعداء الشباب بأن معرفتهم كانت نظرية عند تعيينهم في الشركة، ولكن بعد تلقي التدريب العملي أحدثوا فرقا كبيرا في قدراتهم. ارتفعت نسب الولادة في المؤسسات الصحية نتيجة التثقيف الصحي في مديرية حلحل. وأوضح التقييم الذي أجراه الكادر الصحي من 7 حتى 10 من سبتمبر بالتجول في المؤسسات الصحية أن غرف انتظار الحوامل المتكاملة لعبت دورا رئيسيا في الولادة في المؤسسات الصحية. وذكر مسؤول مكتب الصحة في المديرية الممرض صالح أبو بكر أن عدد المراجعين الذين خضعوا للفحوصات ارتفع أيضا من 770 إلى 1727، وقد تم تنفيذ العديد من البرامج في المرافق الصحية وخارج المرافق الصحية لضمان الصحة العامة، بما في ذلك الحملات المتعلقة بالأمراض المعدية وغير المعدية والدراسات الاستقصائية عن مرض السكري المزمع وضغط الدم والإصحاح البيئي وطب العيون والوقاية من مرض الملاريا، بعد عدم وجود سيارة إسعاف في مركز حلحل الصحي ونقص البنية التحتية في عيادة ملبسة ونقص المهنيين من بين التحديات التي تحتاج إلى الاهتمام. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد الدولي. أهلا بكم. وقعت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو اتفاقا للدفاع المشترك يقضي بمساعدة الدول الثلاث بعضها بعضا إذا تعرض أي منها لتمرد داخلي أو عدوان خارجي. وجاء ذلك في ميثاق الاتفاق الذي وقعته الدول الثلاث وأطلقت عليه اسم تحالف دول الساحل. أن الاتفاق يرمي إلى إنشاء هيكل للدفاع المشترك والدفاع المتبادل بين الأطراف الموقعة عليه. وشهدت الدول الثلاث التي تقع فيما يعرف بمنطقة الساحل بغرب إفريقيا انقلابات عسكرية كان آخرها انقلاب النيجر في يوليو الماضي، وتسببت تلك الانقلابات في توتر العلاقات بينها وبين فرنسا.
وقال رئيس مالي المؤقت العقيد أسيمي غويتا: لقد وقعت مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو غورما لإنشاء التحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة. وتشترك الدول الثلاثة في أمور عديدة من بينها التحديات الأمنية التي تشكل المجموعات المتمردة المسلحة في أراضيها على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. اختتمت مجموعة 77 زائد الصين قمتها في العاصمة الكوبية هافانا بالدعوة إلى الوحدة لمواجهة الدول الغنية، في حين حث الرئيس البرازيلي لويس إياسولولا دا سيلفا على تصعيد المطالب على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة. وقال لولا أن الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة. الأمم المتحدة ونظام بريتون ووودز ومنظمة التجارة العالمية يفقدون من مصداقيتهم، ويجب ألا ننقسم. وبدأت قمة مجموعة 77 والصين الجمعة في هافانا بمشاركة نحو 100 دولة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تمثل 80% من سكان العالم. وموضوع القمة هو دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية. والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في عام 1964 تضم حاليا 234 دولة، وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي. قتل 14 شخصا على الأقل إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية الأمازون شمال البرازيل، فيما أعلنت شركة الطيران المالكة للطائرة المنكوبة أنها تحقق في الحادث. وأفاد حاكم ولاية الأمازون ويلسون ليما، وهي الولاية التي شهدت تحطم الطائرة، بأن جميع الركاب البالغ عددهم 12 راكبا وطاقم الطائرة المكون من طيار ومساعده قد لقوا حتفهم جميعا في الحادث. وأوضح أن الركاب كانوا في رحلة سياحية لصيد السمك، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أنهم جميعا برازيليون. وقال إن فرق الإنقاذ تعمل منذ بداية الحادث لتقديم المساعدة اللازمة. ولم يكشف المسؤول البرازيلي عن أسباب تحطم الطائرة، لكن تقارير أشارت إلى أن الطيار واجه صعوبة في العثور على مدرج مناسب للهبوط. الخبر الأخير: وصل رائدا فضاء روسيان وأخرى أمريكية إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة سويوز في تعاون نادر بين موسكو وواشنطن بخضم مرحلة يسودها التوتر بين البلدين. وقادر رائد الفضاء الروسي المخضرم أولينغ كونونينكو وزميله نيكولاي تشوب، والإضافة إلى رائدة الفضاء في وكالة ناسا الأمريكية لورا أوهارا لور، قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان كما كان معتزما، وذلك عبر صاروخ سويوز MS-24. وأعلنت وكالة الفضاء الروسية في بيان أن الطاقم وصل إلى محطة الفضاء الدولية بعد 3 ساعات. ويأتي هذا الإطلاق بعد أقل من شهر على تحطم مسبار لونا 25 القمري الروسي على سطح القمر في أغسطس. سادتي سيداتي، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز العناوين. فرع التعليم في الأوسط يعقد اجتماعا لمراجعة السير العام الدراسي 2022-2023. الجوائز المقدمة للطلاب ظلت تحقق نتائج أفضل في الجنوب. تقديم التدريب على تربية النحل للمزارعين في ملقي وشامبيكو. مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع اتفاقا للدفاع المشترك. مجموعة 77 والصين تدعو من هافانا للوحدة أمام الدول الغنية. ومعطل 14 شخصا في تحطم طائرة بالبرازيل.
هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.